السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. انا جاية اصبح على طيور الصبح اهوت وفطرهم. شايفين الشمسية طالعة النهاردة وجميلة ازاي. فجيت انا طبعا برضو يومين التحصينيات زي ما انتوا عارفين كده، كلنا بنحصن، شغالين على التحصين اليومين دول عشان الانفلونزا والبرد عند الطيور. فالفراخ بتاعتي لقيت النهارده يعني ايه انتاج البيض مش زي ما انا يعني كل يوم بلم بيض، ومش مرضيني بصراحه. فحسيت كده ان الفراخ يعني مش يعني دبلانه كده، مش عجباني قوي، يعني نشطه وشغاله، بس برضو حسيت ان ايه فعاليتها مع البيض كده الدنيا يعني مش زي ما انا عايزه. فقلت لا، لازم نشتغلوا على المناعه برضو تاني عند طيورنا. طبعا انا جايه مش في بالي حاجه خالص، لا اعمل لهم تحصينات النهارده ولا اي حاجه، انا جايه افطرهم بس كده. فطبعا قلت على الاقل حاجه بسيطه النهارده اعملها يعني. فلقيت انا هنا دايما برمي ساعات روز توم كده، يعني عندي عند الطيور البيت بتاع الطير ده دايما فيه روز بصل سليمه، روز توم كده. فلقيت عندي توم راس كده مرميه، رحت واخداها ومفصصاها. ومس مش لازم بقى هون ونقشر ونعمل ده طيور. جيت حطيتهم على قالب طوب وابتديت هندقهم وانا قاعده، هنرميهم لطيوري زي ما انتم شايفين كده. يعني امور بسيطه جدا جدا على طوبه هي من برضو من البيت من عند الطير. هندق التوم بتاعنا، هنفرمه عادي فرمه عادي كده، وهنحطه للطيور بتاعتنا. وهتشوفوا دلوقتي لما هي هنرميه لهم بقشره كده، مدقوق كده مفروم في قشره كده. هتشوفوا هما هيعملوا فيه ايه. اهم يا حبايبي، اهو بصوا بقشره كده اهوت، وهنرميه على الاكل بتاعهم. انا ما يعني مش عايزه غير ان هم ينقروه وياكلوه كده، يعني يوصل لهم هيحرقهم شويه. اللي هياكل حاجه هياكلها. المهم ان انا الافاده ان حتى لو نقره واحده من التوم ده مضاد حيوي طبيعي وقوي جدا جدا. وانتوا برضو عارفين ان ان التوم ده اكبر مضاد حيوي طبيعي. المرة الجاية ان شاء الله هنعمل معاكم تركيبة حلوة جدا جدا. بس انا حبيت النهاردة ان انا اعمل اي حاجة للطيور وانا قاعدة كده بتفرج عليه الصبح، علشان خاطر نشوف موضوع المضاد الحيوي، نشوف موضوع المناعة بتاعتهم دي نشتغل عليها. فانا قلت يعني ما استنيتش لما نروح نعمل الخلطة بالليمون والثوم والبصل اللي انا بعملها لهم على طول وانتوا عارفينها معايا. فانا قلت اي حاجة النهاردة كده لغاية ما نبتدي نجيب ايه الوصفة متكاملة ونظبطها ونحطها معاكم. ولو تلاحظوا كمان قشر التوم اهوت في العلافه، انا بنحط التوم يا حبايبي. حتى قشر التوم انا برميه على اكل الطيور. قشر التوم انا مش برميه، انا بحطه على اكل الطيور. بيقعدوا ينقروا فيه وايه وياكلوه يعني يستفيدوا على الاقل باي حاجه منه، حتى لو مرارته حلوه بالنسبه للطيور. ما يعني قشر التوم قشر الليمون ما ترموهوش، انا بحطه على اكل الطيور. برضو عايزه اقول لكم حاجه جميله النهارده. برضو انا يعني عندي بسم الله ما شاء الله، انا قلت لكم قبل كده ان انا هبتدي المزرعه بتاعتي. انا كان عندي بطتين بس برقدهم. فابتدت المزرعه بفضل الله، يعني ابتدينا نقول يا هادي ونسمي بسم الله، واول طوبه في المزرعه بتاعتنا. فعايزه اوريكم انا يعني ايه ابتديت، اللهم بارك، يعني ابتدى بطتين عندي اهم راقدين اهم. في بطتين انا مرقدهم في اوضه لوحديهم اهوت عشان خاطر الطيور بس، والفراخ انتوا عارفينها قرود ما بسيبش حاجه. حبيت اوريكم بدايه المزرعه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ادي بطه اهي نايمه اهوت. ديت يا حبايبي بقالها دلوقتي ما كملتش يعني 3 4 ايام راقده. التانية بسم الله ما شاء الله اهوت برضو. التانية برضو يا حبايبي اهي راقده. ديت بقالها دلوقتي داخله على ال10 ايام وزياده. عايزه اقول لكم ان الاتنين دول هيطلعوا، دي بدايه المزرعه ان شاء الله. انا في 2 عندي بالفعل بيطلعوا، انما دولت الاتنين بقى بدايه المزرعه. انا هعمل 7 بطات. دولت كده يعتبروا 4 هيبتدوا ان شاء الله يطلعوا. وفي لسه التكمله لسه ما ابتدوش ايه يبشرهم. دولت 2 اهمت قدامكم، وفي 2 قبل كده اللي احنا شفنا انتاجهم قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا. وبسم الله ما شاء الله في كمان 2 ابتدوا يبيضوا بالفعل. يعني ابتدى عملت خنان جديده غير ال2 دول، فما شاء الله اللهم بارك.
عايزه اقول لكم بدايه المزرعه بتاعتنا ابتدينا اهوت نحصد الخير بتاعنا اللي بقالنا فتره كبيره تعبانين فيه، فابتدينا نحصد الخير. ان شاء الله مع بعض القناه هتكبر وهتبقى شويه الطيور دول مزرعه باذن الله، وباذن الله يبقى عندنا اعداد كبيره جدا جدا من الطيور، ويبقى الخير يزيد عشان ما نتعبوش نفسنا على شويه الطيور الصغيرين دول، يبقى ان شاء الله يعني يستاهلوا التعب بامرك يا رب. فعايزاكم تربوا طيور ما تيأسوش من سعر العلف والحاجات ديت. مرة علف مرة أبسط الإمكانيات هتعدي. أهم شايفين حتى البط بياكل من التوم اللي احنا دقينه أهوت. فعايزاكم تستعينوا بالله وتسموا الله وتتكلوا على الله بأبسط الحاجات اللي عندكم. مرة بواقي أكل طيور، مرة نشتري نكلف، يعني المهم يبقى الخير مستمر عندنا في بيوتنا. الحاجات دي طبيعية ولا هرمونات ولا حاجة، فجميلة ومفيدة ولذيذة في الأكل، فما ينفعش نقطعها من بيوتنا. أنا طبعا كهوية وبحب الحاجات دي قوي قوي، بعشقها مهما غلت الأسعار في العلف. يعني أنا خفيت الطيور بتاعتي لكن مش هقطعها خالص. فربنا سبحانه وتعالى يا ربي كل حاجة ترخص ونقدر نربي كميات أكبر من كده بكتير، ولحد ما يحصل دوت احنا مستمرين إن شاء الله، ومش هنقطع العادة الجميلة اللي احنا اتعودنا عليها ديت يا حبايبي. دي كانت معلومة بسيطة جدا جدا ودردشة بسيطة مع اخواتي. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.